تعايرونا الاستعمار تاعكم، داروا لكم الجماجم، تسبونا بحاجه يعني احنا وكونترا، احنا نفتخر، احنا عندنا جماجم حب يقول ضحينا. لو كان ردخنا لهم، ولو كان بعطحنا لهم، لو كان ما قتلوا حتى واحد، كان جاو قلنا لهم ادخل سيدي، تفضل سيدي خليني في الحكم برك، يا اخي انت دير رايك معليش، دير واش حبيت، دير واش حبيت، واش انا خليني ملك ولا خليني رئيس وانتم ديروا واش راح يقيسني، ما يقيسنيش، يدخل بلا حرب، وماذا به هو يدخل بلا حرب، ما يخسر حتى جندي، ما يخسر والو، ويدي كلش الامتيازات كامل اللي في المنطقه يديها، باسكو الاستعمار واش المهمه تاعو ولا ما علاش يستعمروا باش يديروا خيرات الوطن، وباش السكان هذوك ثاني يوليو العبيد، هما يخدموا باطل. هذا هو الهدف من الاستعمار. بصح كي يجي المنطقه ويقدر يدخلها بلا حرب، كي يكون الملك مازال كاين، وانا اللي نقرر ماشي الملك. حب يقول الملك كان راضي، علاش ما حاربش هو الملك؟ كيفاش هذا يقعد ملك ما يحاربش، ومن بعد تجي تقولوا لي الحمايه خير من حنا كانت عندنا دوله وعندنا عمله عندكم دوله وعمله وعندكم بصح تحت السيطره تاع الفرنسيه. المهم نهز كيما داروا الجزائر، نهزوا السلاح طلع يعني ملك ولا ماشي ملك، حتى الملك المهم يطلع للجبل ويروح يحارب، بصح هو يقعد ملك وتجي تقول لي انت الحمايه خير. هذه انا ما فهمتهاش. اذا كان واحد مغربي يفهمنا وشنو هي هذه الحمايه الفرنسيه اللي تفتخروا بها وتسبونا بالاستعمار.